في بيوت ريحة الأكل اللي طلع منها أكبر بكتير من عدد الناس اللي عايشة فيها. بيوت بتحس إن حيطانها بتطبخ عشان تعوض ونس غايب. الست صفية كانت واحدة من دول، ساكنة لوحدها في شقة كبيرة، بس مطبخها ما بيهداش. كل يوم الصبح تنزل السوق تنقي الخضار بالوحدة، وتطلب من الجزار أحسن حتة لحمة. تطبخ كل يوم سفرة كاملة، مش يوم ويوم، لأ، كل يوم. الغريب إنها كانت بتتعمد تعمل الأكلات اللي ابنها كان بيحبها، المكرونة اللي كان بياكلها من الحلة، واللحمة اللي بيحبها محمرة بزيادة. الجيران كانوا بيبصوا لبعض ويقولوا شكلها كبرت وخرفت، أو يمكن مستنية حد، بس محدش بيجي. ومع ذلك السفرة بتترص، والأطباق الزيادة بتتحط، وريحة الطشة بتجيب لآخر الشارع، والباب بيفضل مقفول. في رمضان الموضوع كان بيكبر، السفرة كانت بتبقى أطول، والكميات تزيد. وقت المغرب صوت المدفع يضرب، والست صفية تفطر على تمراية في هدوء تام، عكس دوشة الحلل والصحون اللي كانت في المطبخ من شوية. الغريب إن الأكل ده ما كانش بيبات، وتاني يوم الحلل بتبقى فاضية. لحد ما في يوم السر اتكشف. الشارع لاحظ إنها بتنزل قبل الفطار بنص ساعة، معاها علب متغلفة بشياكة، مش بواقي أكل، لأ، وجبات كاملة. بس ما كانتش بتروح للجامع ولا لمائدة الرحمن، كانت بتديها الناس محدش بياخد باله منهم. الصيدلانية اللي شفتها مسائي ومروحتش، شاب طالب مغترب ساكن في الدور الأخير، وجارتها الشابة اللي لسه جوزها متوفي من شهور وسايبلها طفلين. كانت بتنام معيطة من قلة الحيلة، وتصحى تلاقي ريحة حنية على بابها. بتديهم الأكل بابتسامة وتمشي من غير ولا كلمة. لحد ما في ليلة الشاب المغترب ده اللي كان متعود يفطر على علبة تونة أو أكل ديليفري بارد، خبط على بابها بعد التراويح عشان يشكرها. سألها: انت ليه بتعملي كده يا حاجة؟ وليه بتتعبي نفسك كل يوم؟ الست صفية سكتت شوية، وعينيها دمعت وبصت للسفرة الفاضية وقالت له: أنا ابني سافر من سنين، الدنيا سحلته، وممكن تفوت أيام وينسى يكلمني، وكل ما أجي آكل اللقمة تقف في زوري لما افتكر إنه بياكل لوحده، أو بياكل أكل بارد في بلاد الغربة. فقررت طالما ابني غريب ومطحون هناك، أنا هآكل كل غريب ومحتاج هنا. يمكن لما أطعم الغربة في بلدي ربنا يوقف لابني ولاد الحلال اللي يطعموه ويحنوا عليه في غربته. أنا مش بطبخ عشان عيلتي اللي غايبة، أنا بطبخ عشان أأمن طريق ابني بدعواتكم. الشاب دمع وحس إن أمه هي اللي واقفة قدامه. وتاني يوم وقت الفطار الست صفية ما سمعتش صوت المدفع لوحدها. جرس الباب رن، ولقت الشاب المغترب ومعاه الصيدلانية وجارتها الأرملة، وماسكة في إيدها طفلينها. كلهم جايين يفطروا معاها، وكل واحد جايب معاه حاجة حلوة. السفرة اللي كانت بتترص الغايبين اتملت بحبايب جداد. والأول مرة من سنين الست صفية تحس إن الأكل ليه طعم. عملت عيلة من الغربة والمكسورين، ودفت بيت كان هيموت من البرد والوحدة. الرسالة المرة دي مش كل اللي مستني لنفسه. ساعات العطاء بيبقى هو أذكى طريقة نعالج بيها الفقد. افرش سفرتك للغريب والمحتاج، يمكن دعوته توصل لحبايبك اللي بعيد.